بيبدأ الفيلم مع نايكي وهو قاعد في بار، وفجأة جات له بنت وطلبت منه يمثل انه حبيبها لدقايق بس، علشان في واحد قاعد يضايقها ومش عارفة تخلص منه. الدقايق دي اتقلبت لساعات وقعدوا يتكلموا مع بعض طول الليل، وفي آخر اليوم حصلت بينهم علاقة محرمة. وفجأة يدخل عليهم جوزها ومعاه سلاح وبيهدد نيكي وبيقول له اديني سبب واحد يخليني ما اقتلكش. لكن الغريب ان نيكي ما خافش منه خالص، بالعكس رد عليه وقال له اقتلني. الست حاولت تخوف نيكي وقالت له خلي بالك ده جوزي خارج من السجن، ولا افضل تديك كل اللي معاك عشان ما يخلصش عليك. بس نيكي فضل يكرر نفس الكلام ويطلب منه انه يقتله. وهنا نيكي كشف انه عنده مرض السرطان، وساعتها الراجل اتراجع ومعرفش ينفذ تهديده. وهنا اتضح ان نيكي كان فاهم خطتهم من الاول، وانهم مجرد محتالين متفقين مع بعض عشان يسرقوه. نيكي بصلهم وقال انهم فاشلين وما بيعرفوش ينفذوا خطط صح، وقال للراجل انه حتى دخول الغرفة كان لازم يكون بعد ما يخلع بنطلونه، وان الست دي كان لازم تدي فرصة لنيكي يهرب عشان خطتهم تمشي بسهولة. لكن نيكي قال لها انه شاكك فيهم من البداية، من ساعة ما شافها بتسرق محفظة واحد في الفندق. وفي الاخر فضل سايبهم بكلمة واحدة: انتوا محتالين اغبياء وفاشلين. نيكي استنى البنت لحد ما خرجت من الفندق، واول ما خرجت عزمها على قهوة وبدأ يحكي لها انه اكبر محتال وان عيلته كلها عايشة على الاحتيال. وقال لها ان جده قتل ابوه عشان عملية نصب، لان جده كان واخد ابوه شريك من وراه. ولما العصابة كشفت الموضوع، جده خلص على ابوه عشان يبرأ نفسه ويكمل خطته من غير مشاكل. البنت اتصدمت من كلامه، لانها كانت شايفة نفسها مجرد مبتدئة بتحتال على الناس عشان تجمع فلوس بدل ما تجيبها بطرق تانية مش عاجباها. لكنه قال لها ان قتل الشريك دي برضه تعتبر طريقة من طرق الاحتيال. البنت طلبت منه انه يعلمها ازاي تنصب على الناس بنفس السهولة اللي بيعمل بيها. ونيكي اول درس اداهولها كان عن التركيز والتشتيت، وانه يخليها تركز في حاجة معينة وهو يسرق منها من غير ما تحس. وبالفعل قدر يسرق منها كل اغراضها، وكانت مش فاهمة ازاي بيعمل كده. نيكي سرق منها نفس الخاتم اكتر من 10 مرات، وبرضه ما قدرتش تلحقه او تعرف طريقته، وفي الاخر سابها ومشي. في اليوم التاني بدأت تطارده لحد ما وصلت له، وقالت له إنها عرفت مكانه وقدرت تعرف حاجات كتير عنه، وطلبت تشارك معاه في فريقه. لكنه قال لها إن الفريق كامل، وبعد محاولاتها المستمرة وافق إنه يدخلها. في اللحظة دي جه هوست صديق نيكي المقرب، وقال لها إن نيكي كان عارف إنها هتيجي في اليوم ده وفي الوقت ده، وإنهم كانوا منتظرينها. هي حست إنها اتضحك عليها بعد كل التعب اللي عملته علشان توصله. لقت إن نيكي كان عارف ومجهز. هوست بدأ يشرح لها الخطة اللي ناويين يعملوها، بس هي ما فهمتش حاجة، فقرر إنه يخليها تشارك في الخطة البديلة، واللي كانت بتعتمد على إنها تشتت الناس في مكان زحمة وهو يسرق أغراضهم. ومع الوقت بدأت هي تسرق بنفسها من غير ما تحتاج مساعدة. طول الفترة دي نيكي كان بيراقبها من فوق مبنى، وكان منبهر باللي بيشوفه، وقرر يضمها للفريق لأنها كانت جريئة وسريعة. بعدها أخدها على واحد من أكبر فنادق المدينة. الفندق ده فيه بار وأماكن للرهان، وفريق نيكي كان منتشر في كل مكان هناك. عمليات النصب والاحتيال ما كانتش بتقف، وكانوا حتى حاطين ماكينة صراف آلي مزيفة في الشارع يسرقوا بيها الفلوس من الناس اللي بتسحب منها. وبعدين وداها على مقرهم واللي فيه أكتر من 30 مجرم، وأي مبلغ يدخل بيتقسم على الكل. خلاها تبص على الحاجات اللي سرقوها: ألماس وذهب وفلوس بالملايين. كمان اداها بطاقة صراف مزيفة وهوية جديدة، وقال لها ان وراهم شغل تقيل الاسبوع الجاي ولازم تستعد. كان واضح ان بينهم بدأ يحصل اعجاب، ونيكي قال لفريق النوم بعد زيادة المصاريف قدروا يجمعوا $1,200,000، والفلوس دي هتتوزع بينهم. واكد عليهم انهم لازم يسيبوا المكان ويحرقوا اي حاجة تربطهم بيه. الفريق كله بدأ يحتفل لحد اخر اليوم. تاني يوم نيكي ومعاه جيس راحوا على ماتش، لكنها ما كانتش فاهمة اي حاجة في اللعبة، فقرروا يتسلوا يعملوا رهانات على اي تفاصيل بتحصل. مرة جيس تكسب ومرة نيكي يكسب، وفي وسط لعبهم يوان اتشد للرهانات ودخل معاهم. وفي الاخر الرهان قلب لتحدي ما بين نيكي ويان على عدد الناس اللي هينزلوا مع بنته وهي طالعة من السلم. يوان بدأ يراهن مع نيكي، وأول رهان كان على $1,000. نيكي وافق عشان ما يخسرش مكانه وكسب الرهان. بعدها اليوان رفع الرهان $5,000، وساعتها نيكي فهم انه قدامه شخص غني جدا، لكن المرة دي يوان كسب. نيكي قرر يوقف الرهان ويمشي، لكن يوان فضل يضغط عليه يكمل، وفي الآخر أقنعه ودخلوا رهان جديد على $10,000. والمفاجأة إن يوان كسب تاني.
نيكي اتعصب وقرر يدخل رهان ضخم على $500,000. جيس ما كانش عاجبها اللي بيحصل، لأن كده هو بيعرض فلوسه وفلوس الفريق كله للخطر. وبالفعل نيكي خسر ال500,000، ومع الضغط عليه رجع راهن تاني على $100,000. لكن يوان ما صدقوش وقال له إن المبلغ ده مش معاه. وقتها نيكي طلع المبلغ كاش قدامه عشان يثبت إنه معاه فلوس. بدأ الرهان، لكن نيكي خسر 100,000 كمان. جيس كانت بتنفجر من الغضب، لأن نيكي اتحول قدامها لشخص مدمن مراهنات وبيخسر كل حاجة. ورغم تحذيرها، نيكي دخل الرهان الأكبر، راهن بكل الفلوس اللي معاه، واللي كانت $1,200,000 بتوع الفريق كله. المبلغ ده كان يضم حتى نصيب جيس من الشغل، ولو خسر هيخسروا كل حاجة. وبالفعل نيكي خسر الرهان، وجيس وقعت من الصدمة، ونيكي خرج من المكان حزين. لكن فجأة رجع وقال إنه هيضاعف الرهان ل2,000,000. الرهان الجديد كان شبه مستحيل. يوان هيشاور على أي لاعب في الملعب، ونيكي لازم يعرف رقم تيشيرته من غير ما يشوف اللي يوان وهو بيشاور. نيكي صعب الموضوع أكتر لما قال إن جيس هي اللي هتخمن الرقم بدل منه. يوان كان بيضحك عليه وقال إن ده جنون، لأن مستحيل جيس تخمن صح وسط أكتر من 20 لاعب في الملعب. يوان استخدم المنظار واختار لاعب. دلوقتي بقى الدور على جيس. تحت ضغط رهيب فضلت تدور، ولما لقت إن من ضمن اللاعبين صديق نيكي اللي رقمه 55 قررت تختاره، وحست إن دي خدعة. أول ما قالت الرقم يوان اتصدم، لأن الرقم طلع صحيح، وبكده كسبوا $2,000,000. يوان بدأ يمدح نيكي وقال إنه جريء، وما كانش مصدق إنه يربح بالطريقة الصعبة دي. حتى جيس ما كانتش مصدقة اللي حصل، وبدأت تسأل نيكي إزاي قدر يعمل كده، وإزاي خلى يوان يختار رقم 55 بالذات. نيكي شرح لها إنهم قضوا اليوم كله يزرعوا الرقم في عقله. كل مكان يدخل فيه كان بيشوف الرقم، من الميدالية بتاعت اللي فتح له باب الفندق، للناس اللي شايلة لوحات مكتوب عليها 55، لحد الأغنية اللي شغالة طول الوقت وكانت بتذكر الرقم. قال لها إن عقله الباطني احتفظ بالرقم من غير ما يحس، ولما استخدم المنظار شاف رقم 55 ووش صديق نيكي مألوف بالنسبة له، فاختاره تلقائي. وكمل وقال لها إنها كانت جزء من الخطة من غير ما تعرف، والموضوع اسمه الفقر الأعمى، يعني شخص بيبقى جوه العملية من غير ما يعرف ايه اللي بيحصل حواليه، وده بيخلي الخدعة تبان واقعية. في الآخر نيكي قال لها إنها عملت اللي عليها واداها $800,000. بعدها طلب من السواق يوديها المطار ونزل هو من العربية. جيس كانت زعلانة وبتعيط لأنها كانت فاكرة إن اللي بينهم أكبر من موضوع الفلوس. وبعد 3 سنين نيكي كان في اجتماع مع رافائيل، الراجل الغني المسؤول عن ميدان سباق. رافائيل كان عنده جهاز اسمه اكس راي، الجهاز ده بيخلي اي متسابق يفوز في السباق. بس رغم كده رافائيل ما كانش حابب يعتمد عليه لوحده، لان كان عنده سباق مهم جدا ولازم يكسبه. فكرته كان انه يبعت نيكي في دور مهندس مزيف عند خصم ماكيون عشان يبيع له نسخة مزيفة من الجهاز. الجهاز ده بدل ما يسرع العربية هيبطئها. مساعد رافائيل ما كانش واثق في نيكي، وكان شايف انه نصاب ممكن يضحك عليهم. في البارت اللي اتعملت بدأت مهمة نيكي. اتفق مع النادل ان اي مشروب يطلبه يديهوله من غير كحول، علشان هو كان بيتعالج من الادمان. قدام الناس بان انه بيشرب كحول وبيلعب دور السكران وبيصرخ وسط المكان. فجأة شاف جيس وهي نازلة من السلم واستغرب جدا من وجودها. راحت له بكل برود وكأن مفيش اي حاجة حصلت بينهم قبل كده، وقالت له انها دلوقتي حبيبة رافائيل، وانها سابت مجال النصب من اخر مرة شافته فيها. نيكي اتكلم عن اللي حصل بينهم قبل كده وحاول يرجعها تاني، لكن جيس رفضت، وقالت له كمان انه لازم يمثل انه ما يعرفهاش، لان محدش هنا يعرف ماضيها. في اللحظة دي نيكي بدأ يشرب كحول حقيقي مش زي المرة الأولى، لأنه كان متأثر بالكلام اللي سمعه، وقعد طول الليل يشرب. كان في اتفاق بينه وبين رافائيل ان نيكي يضربه قدام الناس عشان يبينوا لخصوم رافائيل انهم ضد بعض، لكن نيكي كان متضايق من رافائيل لانه اخد جيس منه، فحاول الضرب التمثيلي لضرب حقيقي. جيس وقفت تتفرج وهي مصدومة من تصرف نيكي. تاني يوم نيكي كان بيراقب جيس وهي مع رافائيل، وكان غاضب من تصرفاتها. في اللحظة دي كان معاه خصم رافائيل واللي كان مركز على جيس وبيغازلها. نيكي اتعصب وصرخ فيه وقال له انت عايز النظام ولا تمشي من هنا؟ الخصم قال انه محتاج دليل يثبت ان نيكي يقدر يجيب النظام. نيكي حاول يقرب من جيس ويراضيها، لكن هي سابته ومشيت. بعدها سلمت الخصم جهاز الاكس راي المزيف، وجربوه صدقوا ان الجهاز شغال، واتفقوا معاه على صفقة بمبلغ 3 مليون يورو. اللي عمله نيكي بقى انه ادى رافائيل الجهاز الاصلي، وفي نفس الوقت باع نفس الجهاز ل9 اشخاص تانيين،
وبالطريقة دي لم حوالي 27 مليون يورو. وهو عمل كده عشان ما يبقاش في حد مميز عن التاني في السباق. ولما رجع الأوضة اتفاجئ إن جيس مش موجودة، ولقى منها رسالة بتقوله إن أمره اتكشف ولازم يسيب المكان فورا. بس هو قعد مكانه زعلان. وهو خارج من الأوضة اتفاجئ إن جيس واقفة قصاده، فأخدها معاه عشان يهربوا وما يرجعوش للمدينة دي تاني. وهنا واحد من مساعدين رافائيل ركب العربية وبدأ يسوق بسرعة جنونية. اللي خبطوا كانوا نيكي وجيس، وهم كانوا هربانين من بره المدينة. المساعد مسكهم ورجعهم لرافائيل. رافائيل بدأ يصرخ فيه وهو متعصب، لأنه عارف إن نيكي باع النظام لكل خصومه، والنظام ده كان الحاجة الوحيدة اللي بتميزه. دلوقتي شكله بقى زي المبتدئ من غير أي تفوق. ساعتها رافائيل قال لنيكي هتعلمه ازاي سرق المعلومات يا هيقتل جيس. فنيكي قال له إن جيس هي اللي سلمته المعلومات، بس من غير ما تبقى عارفة. وقال إنه أول ما شافها في الحفلة فهم إنهم كانوا بيحبوا بعض، فاستغل ده علشان يخليها تجيب له المعلومات. جيس أول ما عرفت إنها استغلت حست بالخيانة تاني، ونيكي بدأ يحكي لها بالتفصيل إزاي نصب عليها وإنها غبية وخلاها تمشي ورا عاطفتها. وكشف لها إنه كان حاطط جهاز تعقب في القلادة اللي أهداها ليها، والجهاز ده هو اللي سهل له يدخل على كمبيوتر رافائيل ويسرق بياناته. جيس كانت بتسمع وهي بتعيط، بس رافائيل بدأ يضحك ويقول له إنه كذاب، وفك اللزقة من على بق جيس. جيس اعترفت إنها أصلا ما تعرفش رافائيل، وكل اللي عملته إنها كانت بتمثل قدام نيكي، واللي تعرفه عنه مجرد اسمه بس. ساعتها نيكي اتعصب منها عشان تصرفاتها الغريبة دي خربت خطته كلها، وقال لرافائيل إنه هيقول له الحقيقة بس دي مش هتعجبه. وفجأة مساعد رافائيل ضرب نار على نيكي ووقع على الأرض والدم مليه. رافائيل اتخض وقال إنه ملوش دعوة باللي حصل وخرج من المكان. بعد النزيف نيكي بان عليه إنه مات. جيس فضلت تضرب في مساعد رافائيل، بس هو قال لها إنها غبية عشان ما تعرفش إنه أصلا شريك نيكي، وإن الخطة دي كلها كانوا متفقين عليها. وقال لها كمان إن نيكي مش هيموت، وإن الرصاصة اتضربت في مكان مستحيل تقتله، وفعلا ساعده ورجع تاني للحياة. هنا جيس اكتشفت إن المساعد ده هو أبو نيكي اللي ما شافوش من سنين طويلة، بس نيكي كان غضبان منه وبيقوله إنه سابه وهو صغير. الأب رد عليه وقال إنه أنقذه من حياة الشارع وعلمه الشغلانة اللي هو بقى محترف فيها، النصب والاحتيال، وقالوا إن الشراكة اللي بينهم كانت جميلة. وبكده يكون الفيلم خلص. ولو عجبك الملخص ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت عشان أقدر أستمر. سلام.